هذه الأيام المباركة استودعتك نفسي يا الله، وبسم الله على قلبي حتى يطمئن، وبسم الله على خاطري حتى ينجبر، وبسم الله على نفسي حتى تطيب. اللهم استودعتك روحي وأقداري وأحوالي وما أرجوه يا الله. اللهم لا خذلان ولا خيبات فيما هو قادم يا الله. معكم صبايا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بالف خير وانتم عم تشاهدوا فيديو اليوم. رجعت لكم بفيديو جديد. بالبدايه نكسب الصلاه على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. حبايبي بلشت لكم معي بالمطبخ. هون عندي شوي جليات بدي اجليها، وكمان بدي ضب زينة رمضان، وعندي كم شغله بالبيت، فخلوكم معي لاخر الفيديو حبايبي. حابه احكي عن كم موضوع بهذا الفيديو. هلا في صبية كتبت لي انه قناتي ما عم تظهر عندها. السبب هو قناتي ليش ما عم تظهر عندها؟ انا عم نزل كل اسبوع فيديو، هذا السبب انه ما عم خلي قناتي تظهر عند اي حدا. عم بتراجع كثير انا بالفيديوهات، يعني عم بتأخر كثير عليكم، فالفيديوهات تلقائيا ما بتظهر لأي حدا، يعني القناة بتتراجع. هذا السؤال كمان حابة احكي عنه، انه ما بتروحي عند اهلك او اهلك ما بيجوا لعند. رح جاوب للصبية على هذا السؤال. اكيد انا يعني اهلي بيجوا لعندي، فانا روحاتي لعند اخواتي كتير. يعني امي متوفية الله يرحمها، والدي متوفي له شي 6-7 شهور، الله يرحمه يا رب يرحم امواتكم. اخي الكبير متوفي كمان، الله يرحمه ويرحم اولاده يا رب. وزوجي متوفي كمان مثل ما بتعرفوا. يعني أنا روحاتي كتير قليلة لعند إخواتي البنات طبعا، وكل أخت بمحافظة، فمثل ما قلت لكم بيجوا لعندي، فأنا ما بصور كتير، يعني ما بحب إنه هن ما بيحبوا إنه احكي عنهم على اليوتيوب وهيك، فهذا الشيء خاص فيهم، فأنا بحترم هذا الشيء وما بذكر أبدا إنه إجوا لعندي أو هيك، قليل يعني لا أذكر. ومثل ما قلت لكم، واجا العيد وآلا عندها فحص بعد العيد مباشرة، يعني بتعرفوا انتو التزامات وولاد ويعني ولاد صغار، فما فيني انه اطلع وروح واجي. واكثر الشيء انه آلا عندها مدرسة، وبعد العيد مباشرة بلشت الفحص، فانا ما فيني اطلع على اي مكان. ان شاء الله بكره بعد عطلة ما تعطل العطلة الصيفية إن شاء الله، يعني منروح ومنسافر ومنروح ومنجي. فهلا بوقت الحالي لا عندها مدرسة، فما فيني أطلع على أي مكان. هاي سؤالين جاوبتكم عنه. شغلة حبايبي حكيت لكم عليها برمضان، إنه حبيت هيك إنه أنا وقاعدة ببيتي اشتغل وأطبخ، وأي صبية حابة توصيني على أي شيء إنه تتواصل معي على الانستغرام. فاللي اكتشفته ولا متابعة عندي بسوريا، كلهم خارج سوريا. يعني أنا ما عملت الإعلان ولحد الآن ما إجاني ولا أي طلب للشغل أو مثلا لطبخة أو لمعجنات أو لحلويات. فالرزاق رب العالمين إن شاء الله يا رب، الله يرزقني ويرزقكم ويكرمني إن شاء الله. ومثل ما قلت لكم حبايبي، يعني أنا ما فيني مثلا اطبخ لكم واعرض لكم، لاني كله مكلف، يعني كله بكلف. بس عم حط اعلان. هلا اي صبية حابة مثلا محاشي، عندي عزيمة، معي على الانستغرام وانا جاهزة لاي طلبية. فمثل ما قلت لكم شغلي لسه ما بلش، يعني فانا عم بعمل اعلان لانه اشتغل. عرفتوا صبايا؟ يعني أنا مثلا بدي لشغلي هذا الحال اللي عم بحكي عنه بده رأس مال لحتى أنا بلش فيه. فأنا هون مبلشة من ولا شيء أبدا خالص، يعني لا عندي طناجر ولا عندي مثل ما قلت لكم يعني إمكانيات اللي أنا بدي أعمل فيها مثلا المشروع ما أنا موجودة عندي. فمثل ما قلت لكم أنا مبتدئة لسه وما بلشت بأي مشروع ولا بأي طبخة، بس أنا حابة هاي الفكرة، يعني حابة أنا اشتغل وأنا قاعدة ببيتي مع أولادي، وبنفس الوقت طالع مصروفي ومصروف أولادي ومصروف بيتي، يعني وبدفع أجر يعني لبيتي. ومثل ما بتعرفوا الوضع كتير كتير صعب، يعني اللي عنده شغل واللي عنده بيته إله عم يشكي وبيعاني من هالوضع اللي نحن فيه. كتير مرتفع الأسعار وكتير
صاير غلاء كتير 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 مو طبيعي. فمثل ما قلت لكم أنا ما عندي إمكانية أطبخ وأنشر لكم، فأنا بعمل محاشي، يبرق، منسف، فريكة ورز، منسف مثلا بازيلا، فول ورز، كبسة مقلوبة، مندي، كل هالأمور هاي اللي عم بحكي عنها أنا بعملها، وبالإضافة للحلويات والمعجنات، وبالإضافة كمان لأكلات الشاكرية، الششبرك، السمبوسك، البرك بجبنة، يعني كل هاي الشغلات. وكمان بالإضافة للمعمول والحلويات العيد، يعني هاي الشغلات كلياتها أنا بعملها. فأنا مثل ما قلت لكم ما عندي ولا أي شيء لبلش بمشروعي. فأنا حابة إذا أي صبية سمعت وعرفت إنه أنا بدي اشتغل هذا الشغل تتواصل معي وتوصيني وأنا جاهزة. يعني رح بلش من تحت الصفر، أنا ما عندي أي شيء. ومثل ما قلت لكم شغلي بده كتير شغلات لحتى أنا يعني بلش أعرض لكم، أو بلش مثلا جهز وأعرض لكم. أول شيء بدي فريزة، تاني شيء ما عندي لا عجانة، لا عندي محضر الطعام، لا عندي طناجر مناح، يعني ما عندي أي شيء. يعني أنا رح أعمل ورح أشتغل بالشغلات اللي عندي، يعني بإمكانيات كتير بسيطة لحتى يمشي حال شغلي. يعني شوي شوي بشتري فريزة، شوي شوي بشتري طناجر، وهي الشغلات اللي عم بحكي عنها. ومشروعي مثل ما قلت لكم بده رأس مال لحتى أنا بلش فيه. بتعرفوا أنتوا الأكلات كلياتها اللي عم بحكي عنها مكلفة. يعني إذا أنا بدي أعملكم من كل نوع من هالأكلات اللي عم بحكي عنها مثلا نص كيلو على الماشي، بدي شي من 200 ل 300 دولار. وبدي كمان فريزة مشان أقدر أحفظ هالأكلات كلها اللي عم بحكي عنها. فلسه موضوعي ومشروعي لسه ما تنفذ. يعني أنا كلياته عم بحكي حكي، عرفتوا صبايا؟ ولا صبية طلبت مني لسه لحد الآن. وادعوا لي الله يرزقني إن شاء الله لا أقدر أشتغل وكفي بهذا المشروع اللي عم بحكي عنه. مشروع حلو كتير، بس بدي دعم، بدي دعمكم، بدي حبايبي. أي صبية بتمنى منكم، أي صبية فاتت على قناتي وسمعت شو عم بقول تحط لي لايك وتشارك لي الفيديو مع كل معارفة ومع كل أصدقائها، لعل وعسى إن شاء الله أي صبية بدها هالأكلات اللي عم بحكي عنها أنا تتواصل معي على الانستغرام. رح حط رابط الانستغرام عندكم بصندوق الوصف إن شاء الله. الله يرزقني يا رب. ومثل ما قلت لكم هذا المشروع إن شاء الله أي صبية بتطلب مني طبخ أو بتطلب مني أي شيء إن شاء الله رح صور وأحكي لكم إنه أنا أول طلبية انطلبت مني، وإن شاء الله رح ما أخبي شي عنكم نهائيا. فالصبايا اللي سألوني، اللي عم يسألوني إنه مشروعك مثلا ما بيصير خارج سوريا، بيصير خارج سوريا. مثل ما قلت لكم الإمكانية هي اللي موقفتني. يعني الإمكانية ما أنا موجودة أبدا، ما عندي دعم خالص. يعني أنا بدي دعم بهذا المشروع لحتى أنا أقدر وسع شغلي مثلا، وأقدر جيب صبايا وجيب الإمكانيات اللي عم بحكي لكم عنها، الشغلات اللي ناقصتني اللي عم بحكي لكم عنها لحتى بلش مشروعي. وإن شاء الله يا رب ادعوا لي الله يرزقني إن شاء الله وأقدر كفي ونفذ هذا المشروع اللي عم بحكي عنه. يعني لسه قيد التنفيذ ما تنفذ لسه أبدا، عم بحكي حكي. وكل الصبايا اللي عم يسمعوني مفكريني إنه أنا اللي عم بشتغل وبطبخ وهيك، لساته حكي بحكي صبايا. مثل ما قلت لكم ما انطلب مني ولا أي شيء. وادعوا لي الله يرزقني يا رب. هذا توضيح لكل الصبايا اللي عم يسألوني عن مشروعي الجديد. أنا قلت مشروعي الجديد لأني أنا هاي الفكرة هي فكرة مشروع، وهي الفكرة بس يعني إنه تنفذت وصار في عندي طلبات، أكيد رح أجيب حدا يساعدني.
يعني رح جيب رفيقتي تساعدني أكيد، ورح أطبخ أنا وياه، يعني أكيد مو لحالي، أنا ما رح قادر لحق. عرفتوا صبايا؟ وإن شاء الله خير يا رب. ومثل ما قلت لكم بدي دعم منكم، تنشروا لي هذا الفيديو مع كل أصدقائكم وكل معارفكم حبايبي لتنشهر قناتي. ومثل ما قلت لكم كمان الفيديو بيطلع باللايكات، بس حطيتوا لي لايك وشاركتوا لي الفيديو مع أحبابكم بترتفع قناتي تلقائيا حبايبي. وإن شاء الله خير، إن شاء الله يا رب الله يرزقني ويرزقكم جميع. هاي التوضيح لكل الصبايا اللي عم يسألوني عن شغلي الجديد، عن مشروعي الجديد. أنا قلت عليه مشروع لأني هو لسه، يعني هو شو بدنا نسميه، أكيد رح نسميه مشروع، ما له تسمية غير هيك، ولسه ما تنفذ، يعني لسه عم بعمل له إعلان وبعمل له دعاية مثل ما قلت لكم. وإن شاء الله خير يا رب. وهون صبايا بعد ما هيك خلصت الجلي وخلصت الغاز وخلصت كمان المجلة، هاي يعني كل يومين هيك بعمل تليفة للمجلة، بعمل هيك تنظيفة للغسالة للفرن الغاز. في كتير صبايا سألوني إنه أنتي هاي الطاولة البيضة اللي عم تصوري عليها، هاي مو طاولة بيضة، هاي هي الغسالة مثل ما لكم شايفين. هاي شكاكة الصحون، وهدول كمان العلب السكر والشاي والقهوة، وكمان هدول العلب اللي للبهارات يعني. وهي هون الغسالة مثل ما ورجيتكم قبل. وهلأ هون رح ضب كمان أغراض رمضان، مشتريات رمضان كلياتها رح نضبها مثل ما كنتم شايفين نظفتها. وبعد ما نظفتهم وخلصتهم رح ضب الزينة كلياتها. تأخرت بضب الزينة، رح أحطهم بالكرتونة، رح أوسع الصينية وحط كمان زينة رمضان مشان ما تتكسر، لأني مثل ما كنتم شايفين يعني رمضان خلص. وإن شاء الله هيك يا رب يعيدوا علينا وعليكم وبتكونوا بأفضل حال يا رب. وإن شاء الله تكون كل شيء بتتمنوه يتحقق للسنة الجاية، وإن شاء الله يا رب يصير عندي بيت للسنة الجاية وتتغير أموري للأحسن. وإن شاء الله هيك بقدر بلش مشروعي الجديد وبشتغل وبتصير أموري أحسن من هيك. ادعوا لي صبايا، الله يجبر بخاطركم جميعا. العيون على وداعك حرقة، كيف القلوب إذا رحلت ستفعل، فعساك ربي قد قبلت صيامنا. ففي قلبي جواب لا إله إلا الله، الله الله، صلوات الله على مولانا رسول الله. رمضان مقام وداعا رمضان، يا ترى هل لنا عروضا معاد؟ لا إله إلا الله، الله الأنام. موسم البركات والطاعات يرحل، أي متى يكون الملتقى يا شهر الندى؟ لا إله إلا الله، الله الله، صلوات الله على مولانا. زينة رمضان مثل ما نكون شايفين، إن شاء الله يا رب الله يعيدوا علينا وعليكم، تكونوا بأفضل حال يا رب العالمين. خلصت هون نظفتها، أول شي مسحتها لكل الزينة وضبيتها بهاي الطريقة. بهاي الطريقة بتضل هيك سنة كاملة ما بصيبها أي شي. وطبعا يعني بتعرفوا البيت آجار، يعني ضبيتها مشان إذا صار عندي نقلة، صار عندي بخلال هاي السنة، إنه تكون مضبوبة وبشكل يعني يكون بشكل محكم، يعني ما تتكسر أبدا. رجعنا لروتيننا بعد رمضان، رجعنا لقهوتنا وروتين الصباحي وللقهوة. عن جد ريحة القهوة وأجواء القهوة الصبح بكير
يعني ما فينا نستغني عنها. ومثل ما قلت لكم بالفيديوهات السابقة، أنا برمضان بشهر رمضان تحديدا القهوة خففتها كتير، يعني كل يوم أو يومين لأشرب فنجان قهوة. ومثل ما بتعرفوا كنت مريضة، وكان الدكتور منعني عن القهوة والمتة والمنبهات كلياتها. فهلأ شوي عم برجع إنه بس بكميات كتير قليلة، يعني فنجانين بالنهار ما بيعملوا أي شي، ما بيضروا نهائيا. طبعا هون حطيت يعني تمر هون مطحون، شايفينه إله جوز الهند وإله سمسم. هاي الشغلات اللي نصحني فيها الدكتور، إنه تمر مثلا قطعة معمول بتمر، مثلا شغلات اللي فيها تمر أكتر شي بتفيد أكتر من السكريات. وكاسة حليب لازم الصبح بكير، فأنا ما عم حب الحليب نهائيا، ما بحبه نهائيا. يعني الفنجان القهوة مع قطعة تمر، التمر مع القهوة مفيد كتير. وهذا هيك حبيت فيدكم بهاي المعلومات. ومثل ما قلت لكم، لأي صبية عم تقلي إنه أنا قناتي ما عم تطلع عنا، الغوا الاشتراك ورجعوا اشتركوا من جديد، بترجع قناتي بتظهر عنكم. ومثل ما قلت لكم إنه قناتي ما عم تظهر عنكم لأني ما عم نزل فيديوهات بشكل مستمر. هلا أنا لازم يوم يوم لا نزلكم فيديوهات، فهذا الشيء اللي عم يخلي قناتي تتراجع. وبتعرفوا أكون جاوبت كل الصبايا اللي عم يسألوني أسئلة بخصوص قناتي وبخصوص مشروعي الجديد وبخصوص التعليقات اللي حكيتولي عنها آخر الفيديو. فكتبوا لي حبايبي بالتعليقات شو عم تعملوا بهالأيام، كيف عم تقضوا وقتكم بعد شهر رمضان. أي صبية هيك بعد رمضان اكتئبت مثلي، ما بعرف ليش، تغيير الجو أو الروتين رمضان كلياته اختلف وتغير. عن جد بنصاب بالاكتئاب، هو لأني يمكن راح شهر رمضان كتير، يعني أجواء رمضان الروحانيات برمضان كتير عطتنا هيك هدوء رياحة. عملت القهوة. حابة كمان جاوب الصبية على التعليق بالفيديو السابق إنه ليش ما عندي ميزة التشجيع، إنه هاي الميزة بيحطوا لي نقاط، ما بعرف يعني شو قصدها. أنا لسه ماني مفعلة قناتي، وكتير حكيت يعني قبل إنه أنا قناتي لسه ما مفعلة. فبهذا الفيديو رديت على كل التعليقات اللي كنت عم أجلى من الفيديو السابق واللي قبله كمان. مثل ما قلت لكم أنا قناتي ما مفعلة نهائيا. وفي صبايا عم يقولوا لي إنه ليش كمان ما عندك ميزة شكرا. هلا أنا بس ناطرين اليوتيوب ليفتح بسوريا لنفعل قناتي. ومثل ما قلت لكم يعني إذا اليوتيوب ما فتح عنا بسوريا أنا مستحيل فعل قناتي. ما عندي أي حدا برا سوريا خارج سوريا إنه يقدر، يعني ما عندي حدا ثقة إنه أوثق فيه إنه فعل قناتي. عرفتوا صبايا؟ هاي رديت على كل الأسئلة. هلأ إذا بشوف كمان أي سؤال كمان راح جاوبكم عليه بهذا الفيديو. هيك حبيت إنه بهذا الفيديو جاوب على كل الأسئلة اللي عم تسألوني إياها. هلأ هون عملت هيك شوربة بطاطا وجزر وشعرية، هاي كتير مشاركتها معكم قبل هالمرة. هون بعد ما هيك خلصت غسلتهم كتير منيح، وبعدين بدي أقطعهم مكعبات صغيرة وبحط لهم سمنة وبقليهم بالسمنة، وبعدين بحط لهم ماجي وملح. وهي هي كل المكونات لهي الشوربة. وفي ناس بتضيف لها دجاج، وفي ناس بتضيف لها كمان لحمة، حسب ما انتو بتحبوا أو حسب ما انتو بتفضلوا. هاي هي هيك أكلة سريعة لما بيكون هيك عندي شغل. ما بحب إنه أعمل طبخات، يعني بحب هيك أعمل شوربة أو أكلة سريعة ما تطول معي أبدا، ما تاخد وقت معي نهائيا. هون كان جاي الكهرباء، قلت قبل ما تطلع آلاء من المدرسة بعملها، وقلت كمان قبل ما تقطع الكهرباء كمان بجهزها. يعني الكهرباء عم تنقطع من الوحدة، ما عم تجينا للأربعة، فهون قلت بخلصها. يعني عم بطبخ الصبح بكير، قلت بخلصها قبل ما تقطع الكهرباء. والغاز لحد الآن مقطوع الغاز، وفي الغاز ب500,000. يعني عنا بحمص كتير غالية الأسعار، ما بعرف ليش هيك، يعني ب500,000. يعني إذا بدي أقولكم على الدولار $5.
عرفتوا صبايا؟ هاي تبديل أنينة الغاز، هاي تبديل جرة الغاز. يعني أنا ما فيني بدلة بهاي المبلغ هذا. بالنسبة إلي مبلغ يعني هذا، إنه 500 ألف بدل جرة غاز. وين صرنا يعني؟ والله العظيم يعني كل ما بنقول إنه فرجت بنرجع لورا، كل ما بنقول الحمد لله تحسنت الأوضاع، تحسنت الأحوال، بنرجع لورا. كمان بتتغير الأسعار، يعني الأسعار بترتفع. ما بعرف ليش هيك عم يصير فينا. يعني الآجار كمان مرتفعة، كل شي مرتفع، يعني كل الأسعار، حتى المواد الغذائية، حتى اللحمة، الفروج، كله مرتفع. يعني ليش كل هاد؟ يعني ارحموا من بالأرض يرحمكم من في السماء. يعني ليش هالناس من وين بدها تجيب؟ يعني كل الناس عم تشكي من هذا الشي. اللي عنده بيته يعني ملكه، واللي عنده شغل خاص عم يشكي من هاي الارتفاع الأسعار اللي صايرة. فادعوا لنا صبايا الله يفرجها علينا يا رب، وهيك تنزل الأسعار وتصير الأسعار أحسن من هيك. فهون بعد ما هيك خلصت هاي أكلتنا كانت لليوم، هاي الشوربة حبيت هيك شاركها معكم، وطبعا كتير مشاركتها على القناة. فهون هيك عملت كاسة متة بعد ما هيك خلصت. ولا تواخذوني صبايا يعني بهذا الفيديو كتير هيك حكيت عن، او حكيت كتير ما بعرف يعني، اني بدي جاوبكم على كل الاسئلة اللي سألتوني اياها. ولسه عم بشوف التعليقات وبرجع للمونتاج. يعني لسه عم شوف شو اللي كاتبين لي، شو منزلين لي انتو على القناة. فبتمنى منكم حبايبي اي صبية وصلت معي لهون تحط لي لايك، تشترك بالقناة، تشارك الفيديو مع كل أصحابها وكل أحبابها عشان ترتفع قناتي، والله يجبر بخاطركم جميع. وفي كتير ناس بيسألوني شو هي المتة. المتة هي عبارة عن عشبة مثل الزهورات. يعني هي بس إنه بتحطها بالكاسة وبنحط لها مصاص المتة ومنقعها بمي باردة، وبعدين بنشرب منها. مثل ما انكم شايفين انا بشربها يعني شي هيك ربع ساعة، يعني بضل عم بشرب. وبعدين بتفرض الكاسة، بس غليتوا المي بتفرض الكاسة. ولهون حبايبي وصلت معكم لآخر الفيديو. بتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم، كتبوا لي شو رأيكم بالتعليقات. وكانت معكم دلال السورية. تصبحوا على ألف خير حبايبي. سلامات صبايا. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أعوذ بك من أن أذل أو أذل أو أضل أو أضل أو أخطأ أو يخطأ علي. اللهم رقيني من كل شيء يؤذيني ومن كل نفس حاسدة باخلة. اشفيني يا رب العالمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.